بقالي 3 سنين في الموال ده. قاعد مع الكلاس. بعرف ارسم. كتبت ولا كله بيرمي عليه خلاص. انا اساسا مصفط. طب وانت قاعد فين دلوقتي؟ انا قاعد في الشارع. ليه؟ عشان مرات ابويا مالها مرات ابوك؟ مش عايزاني اقعد في البيت. انت مامتك فين؟ كده توفيت. كان عندي اخ 9 سنين. راح فين؟ مش في البيت بقى. عشان مرات ابوك؟ طب احكي لي بقى ايه اللي كان بيحصل؟ كان كل شويه تضرب فينا وابويا يسمع كلامها. فيها خير ان شاء الله. ولما بنقول له على حاجه ما بيعملناهاش عشان مرات ابويا. راح قال لها في الاخر مرات ابويا راحت ضحكت عليه، اخدت منه فلوس العافيه. بعد كده راحت تفش، مرات ابويا تفشت هي واخوها. بعد كده ابويا بقى قال لها انا ارجع لك تاني وانا هسيب العيال، سيبك منهم انا همشي العيال من البيت وانا ببعد. انا بقالي 3 سنين في الموال ده. 3 سنين وانت بتنام في الشارع؟ بتنام فين في الشارع؟ ساعات بنام في الحاره مع الكلاب وساعات بنام في اي بيت. دول اصحابك من يوم ما انت قعدت في الشارع معاك؟ بس انا مش مسامحها. لا اخدتك. انت مسامح باباك يا عبد الرحمن؟ مسامحه؟ مش مسامحه. ما بحبوش. مبقتش احبه. بعد كده بقى بقيت اروح مع الكلاب. قلت احسن اقعد مع الكلاب بس. انت شايف عيش الكلاب احسن من عيش البني ادمين؟ احسن. عايش مع الكلاب احسن من عيش البني ادم. عايز فلوس وخلاص. عايز يقعدك بفلوس. مش يقعد يقعدك كده عادي. خليك كويس معاه. دول واقفين على البني ادم. لو حد اداني كنتاكي بديهم الحتت اللي هي الحلوه دي. ما بسيبلهمش العدل كده وخلاص، لا. في كلبة تخينة عندي اسمها موليسا. ساعات هي اللي بتجيني ازاي؟ بتطبطب يعني كده. لا تطبطب كده. لما اكون تعبان وعيان وابقى نايم بيقعدوا يمسكوا فيا ويقعدوا يصحوني. دلوقتي عارف ان هما هجيب لهم مجون فراخ هما مستنيين بره. نفسي اشوف امي. كان نفسي تاخدني في حضنها زي العيال الصغيره كده. يعني زيهم زي انا زيهم. انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا بمسح عربيات ببيع مناديل. بس الواحد بيتكسف لما بيبيع. ما ينفعش اصلا. نعم؟ الواحد بيتكسف لما بيبيع مناديل. ما ينفعش. محدش ليه دعوه بحد دلوقتي. كله بتاع مصلحته. عايز فلوس وخلاص. كان نفسي امي تعيش. ما شفتهاش الا غير مرتين ولا 3 وانا كنت لسه صغير. انا نفسي بس قاعد في حته حلوه. قاعد في اوضه واجرها واظبط نفسي واعمل لي شهاده ميلاد وابقى واحد محترم واشتغل عادي واذاكر وابقى انسان كويس عشان لما اكبر اعرف اتكلم واعرف اقول كل حاجه. بشتغل شغلانه حلوه لما اكبر كده. طيب ايه اللي في وشك، العلامات اللي في وشك دي؟ حد ضربك؟ بتخانق مع عيال كتير. بتتخانق معاهم ليه؟ عيال سرعه كده بتقعد تتخانق معايا. بيقعدوا في
ياخدوا مني فلوس. ومعرفش أنا أشتغل بس برضه لو أنا قاعد في أوضة عارفة بلعب أبو العيلة، أروح عند خالتي، واحدة كده زي خالتي كانت بتحب أمي وكانت بتحبني. هي هناك في بلعب أبو العيلة عايزة أجر عندها أوضة. هي كانت بتقولي لو عايز تأجر ب100 جنيه في الشهر. حلو صح ولا لأ؟ ربنا يخلي كل أم عندها ابنها أو بنتها أي حاجة، بس ما عدا الوحشين. اللي عنده أب وأم ما ينفعش يمشي في الشارع، لازم يقعد معاهم. تقعد تقول لي امشي ومشي. الناس بتقعد تضرب الكلاب، أنا بزعل ليه؟ أنا نفسي أطلع رسام. أنا بعرف أرسم، ممكن أوريكي دلوقتي رسمي؟ تعالى أوريكي دلوقتي الكراريس بتاعتي اللي أنا برسم فيها. الناس كانوا بيحبوا الرسم ده. أنا عندي المفروض أبقى عندي 14 بس أنا بقيت 13 عشان الناس بتقعد تقول لي عصاية. لو اخوك شافك تقول له ايه؟ أقول له اللي أنا بحبه، نفسي أشوفه، نفسي ألاقي أخويا وأقعده معايا في الأوضة ونبقى كويسين مع بعض. كل واحد ياخد شهادة ميلاد عشان لما نكبر نطلع حاجة. مش بحب بابايا أصلا، أنا ما بحبوش. شايف هو السبب في اللي انت فيه؟ عشان يمشي على مرات أبويا وعنده الابن ولا مرات أبويا، أنا بقى اللي أحسن. مش عايز تروح المدرسة؟ مش لازم عادي. أنا ممكن أقعد أكتب وأرسم وأقعد أقرأ كده، وفي الآخر ممكن أطلع حاجة. أما أكبر أعلم عيالي وأخليهم أحسن مني بالعيال حلوين وأشغلهم شغلة حلوة. هتوديهم مدارس؟ أوديهم مدارس مع الأسف، وأخليهم يعرفوا يرسموا زيي ويطلعوا عيال حلوين، مش يطلعوا فاشلين خلاص كده، ولا يطلعوا عيال شيع. بس يا ريتها كانت أمي عايشة معايا، أو يا ريتني ما كنت اتولدت، بس يا ريتني ما كنت اتولدت. بتحلم بإيه؟ أكيد له أنا عفريت داخل في وشي مرة واحدة عايز يلبسني بس ما بيعرفش. وحتى الهدوم اللي أنا كنت عندي الجديدة والقديمة سابت لي منها شوية والباقي مش عارفة. عفاريت، بس أنا برضه بحب العفاريت. هو ساعات بتعب على طول. ايه اللي بتحس بيه بقى وانت لوحدك؟ بتعمل ايه؟ بفضل قاعد كده لوحدي. نفسك تنام؟ أنا